على بالكم خاوتي رحت المروك، واش يعملوا بالغاز؟ رحت المروك اخوتي وشفت المرافق واش يعملوا بالغاز هذا. الغاز يطلعوا به الماء خاوتي من الفلاحه، من البير هذا يطلعوا على جال يسقوا به الفلاحه تاعهم. وهذا واش راه انا شفت. سالت واحد صديقي قال لي الغاز هذه قرعه تعمل 4 دولار وتدي لك شهر. ورحت اي شارع اخوتي ازيقه هذه مليئه بالشبابيك هذه فيها هذا الغاز هذا. ولو الناس يعني تشوف يعني على بالي نشوف انا الناس تعمل طوابير على الغاز هذا، ولكن ازيقه وشوارع يعني مليئه بهذه الشبابيك فيها هذه الانينات هذه تاع الغاز. يعني ولا حد يعني تشوفوا يعني يسأل على هذا الغاز هذا، لدرجة أنه بكثرة ما هو موجود في كثرة الأزقة يعملوا يعني يرجع ديكوراسيون. هذا عنده اللون أصفر، هذا اللي عنده اللون أزرق، هذا عنده اللون أخضر. يعني يا خاوتي أنا استغرب يا خاوتي، يقول المروك ما عندوش الغاز، ولكن هذا الشيء أخويا خلني نستغرب. أنا يا بلاد ما عنده غاز، وغاز في كل مكان. وهنا نستغرب أن الدولة هي فيها الغاز في أرضها وتصدر الغاز، ومع ذلك المواطن يعانوا من مشكلة الغاز. أخوتي هذا يحيرني أخوتي. وقال لي حاجة أخرى، قال لي صديقي هذا المروكي قال لي أنه 80% المراكا راهم يستعملوا التريسينتي عوض الغاز. قال لك الفرارن هذا بالغاز، الماء بالغاز، يا ربي، الفرارن تريسينتي، الماء التريسينتي. والغاز واش يعملوا به؟ يحديه الفلاح هذا يطلع به الماء من البير يسقي به. وهذا واش راح